السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم فيه احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. وبمناسبة رمضان وكما كتعرفوا اننا كنحتاجوا بزاف ديال العصائر، وهاد العصير كيصلح في رمضان ويصلح حتى في الصيف. صراحة كيجي رائع بزاف، عصير اللي هو لذيذ ومنعش، واهم حاجة هي ان ما فيش فواكه وصحي ومذاق رائع بزاف. اكيد الا جربتوه غادي يعجبكم بزاف وغادي توليو مدمنين عليه وما غاديش تندموا، وان شاء الله يا ربي يعجبكم وتجربوه وتردوا عليا في التعاليق. وبالنسبه للبنات اللي باقا ما اشتركتش معايا كنتمنى انها تشترك وتفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساونيش من لي لايك طبيعه الحال والتعاليق ديالكم زوينه اللي كتفرحني. كما كتشوفوا العصير كيجي رائع بزاف، اكيد غادي يعجبكم. تبعوا معايا غير المقادير والطريقه ونبداو على بركه الله. اول حاجه البنات غادي نحتاجو هنا خيزو او الجزر. هنا استعملت تقريبا تما نص كيلو ديال خيزو، راه كتشوفوا الكميه شحال. ودائما البنات حاولوا تختاروا هاد خيزو اللي ما كيكونش فيه القلب خضر. كما كتشوفوا هنا القلب ديالو راه في اللون ديال الجزر. الا كان عندكم خيزو اللي فيه القلب خضر كتحيدوا له القلب ديالو وكديروا الكميه اكثر من هذه اللي درت. كما كتشوفوا هذا راه القلب ديالو مزيان، كنديروا كله. من الاحسن البنات دائما تشريو خيزو يكون صغير شويه، هو اللي كيصلح في هاد الانواع ديال العصيرات وكيجي حتى المذاق ديالو كيجي زوين. هنا البنات خديت خيزو كنقطعو على هاد الشكل، على شكل دوائر. المهم طريقه التقطاع ماشي مشكل، انا بغيتها باش يطيب لي بسرعه. كنقسمو على هاد الشكل على شكل دوائر باش من بعد غادي نديرو يتسلق باش يتسلق ليا وما ياخذليش الوقت بزاف في السليق، وحتى في الطحين كيجي ساهل. وهاد العصير البنات راه مهم بزاف لوليدات الصغار. كما كتعرفوا ما كيبغيوش ياكلوا لنا خيزو، يعني الاكثريه ديال الدراري ما كيبغيوش ياكلوا خيزو، فمن الاحسن ملي كنديروه لهم بحال هكا في العصير ما كيبانش نهائيا المذاق ديالو وكيكون صحي. منا كياخذوا لنا خيزو ومنا كنحصلوا على عصير اللي يكون زوين ومنعش وغادي يعجبكم بزاف ان شاء الله ملي غادي تجربوه. وتا الوليدات الصغار غادي يحماقوا عليه لانه فعلا كيجي منعش ولذيذ بزاف. صافي هنا من بعد ما قطعته مزيان كنديرو في واحد الكاسرونه وكنكبوا عليه الماء. هنا عندي يطرو ديال الماء، المهم ماشي ضروري ديروا يطرو كامل، كديروا القياس اللي غادي تسلق لكم فيه خيزو. الا بغيتو ديروه في طنجره الضغط ممكن ديروه، كديروا الماء بزياده باش ما يتحرق لكمش، وكديروا له 10 دقائق صافي كيكون طايب. هنا البنات انا درتو غير في كاسرونه عاديه، درت عليه هذاك الليطرو ديال الماء ودرت واحد القريصه د الملحه. الملحه البنات هنا الدور ديالها هي انك تبن لنا العصير ديالنا. الا ما درناش الملحه العصير كيجي بحال لاباسل، واخا كنديروا فيه السكر ما كيجيش بنين. ضروري العصائر كاملين اللي كيكون فيهم خيزو ضروري ديروا فيهم واحد شويه ديال الملحه باش كيجي العصير ديالكم زوين. دابا غادي نوضعها على النار حتى يتسلق ليا خيزو مزيان وعاد ارجع معكم. من بعد ما تسلق ليا خيزو كما كتشوفوا هذا هو الماء اللي تسلق ليا فيه، ما نقش بزاف تقريبا بحال بقى يطرو العرب، حيت الصراحه هاد خيزو باقي طري يعني ما خداليش الوقت بزاف باش يتسلق. وغادي نضيف عليه هنا البنات راه عصرت حامضه ولكن عطاتني بزاف ديال العصير، ديكشي علاش غناخذ منها غير 3 د المعالق كبار. نتوما اللي كانت عندكم غير حامضه صغيره ماشي مشكل ممكن ديروه كامل. انا هنا يعني خديتي 3 د المعالق كافيين، وهذا الشيء شاط ليا لان الحامضه كان فيها العصير بزاف. صافي من بعد ما ضفت 3 ديال المعالق ديال الحامض دابا غادي نضيفوا السكر. ودائما البنات كنقول لكم على ان السكر كيبقى على حسب الذوق، يعني حتى طحنوا العصير وعاد تزيدوا تذوقوا.
الا جاكم ناقص زيدوا شويه السكر. هنا انا استعملت 5 ديال المعالق ديال سكر سنيده، وجاني العصير هو هذاك. وانتم كيبقى لكم على حسب الذوق، الا كنتو كتبغيو حلو بزاف ممكن تزيدوا اولا تنقصوا من السكر. دابا البنات غادي نضيف واحد 2 ديال الياغورت ديال المونك كما كتشوفوا، هو هذا 2 ديال الياغورت. هاد الياغورت البنات كيعطيه واحد المذاق مجهد ديال المونك بحال درتوه بالمونك. الصراحه البنات انا جربت العصير ديال المونك يعني بالفاكهه ديال المونك وما كيجيش المذاق ديالو باين بحال هاد العصير هذا، لان هاد الياغورت كتكون فيه واحد النكهه مركزه ديال المونك وكيعطينا واحد اللذه زوينه بزاف. العصير ديالنا ملي غادي تجربوه غادي تعرفوني علاش كنهضر. الصراحه كيجي رائع، ما غاديش تندموا الا جربتوه وغادي توليو مدمنين عليه، خصوصا في رمضان راه كيوجد بسرعه ساهل. يعني تقدري تسلقي خيزو في الصباح وحتى تكوني غادي يعني تتقربي تحطي الطبله ديال الفطور، عاد تزيدي عليه الياغورت وهاد المقادير اللي بقات وطحنيه وتحطيه يكون بارد طبيعه الحال، كيجي منعش ورائع بزاف. انا هنا البنات طحنته غير بهاد الميكسور ديال اليد، ممكن ديروه في الخلاط الكهربائي وطحنوه بحال. المهم انا هذا جاني ساهل داغي طحنته به، حتى في الخلاط كيتطحن مزيان. كنبقى كنطحن فيه شويه بشويه حتى نطحن هذاك خيزو كامل وتنسجم ليا المقادير مع بعضياتها. ومن بعد من نطحنوه عاد كنشوف الخطوريه ديالو. هنا كيبقى لكم الاختيار، يا اما كتزيدوا الماء يا اما صافي كتخليوه هو هذاك على حساب الخطوريه نتوما اللي بغيتو. غادي نطحن انا هاد العصير ديالي ورجع معكم باش تشوفوا الشكل ديالو. وهذا هو العصير ديالنا البنات من بعد ما وجد. صراحه كيجي رائع، وكما كتشوفوا راه كيعطي كميه كبيره. هنا تقريبا راهي اكثر من لتر ونص، غادي ل2 لتر. كيبقى على حساب الخطوريه شويه، انا هنا خليته شويه خاطر باش كيجي زوين وكيجي ثقيل وكيجي حتى المذاق ديالو زوين. كما كتشوفوا راه كيجي رائع بزاف، عطاني كميه كبيره ومنعش. واكيد خاصكم تاخذوه بارد، تخليوه في الثلاجه حتى كيبرد مزيان عاد تقدموه. كيجي رائع، كيعجب الصغار والكبار، واكيد غادي توليو مدمنين عليه ان شاء الله يا ربي في رمضان. غير جربوه وما غاديش تندموا. ودائما لا جربتوه ردوا عليا في التعاليق، وما تنساونيش دائما من لي لايك ديالكم، واللي باقا ما مشتركاش تشترك. مرحبا بكم، الف مرحبا. ضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.